انا مش في المود. الجمله دي كدبه لطيفه بنقولها عشان نرتاح، والحقيقه اللي محدش بيحب يسمعها المود ده كدبه. مفيش حاجه اسمها هشتغل لما ابقى حاسس، لانك ببساطه لو استنيت الاحساس مش هتعمل اي حاجه. اهلا بيكم في ميتنج، انا دكتور محمد عثمان، والنهارده هنتكلم عن مهاره هي السبب الوحيد تقريبا وراء اي نجاح، وهي الانضباط. خليني ابسطها لك. في نوعين من الناس، ناس بتشتغل لما تتحفز وناس بتشتغل حتى وهي مش عايزه. الاولى بتبدا جامد بس بتقع بسرعه، الثانيه ممكن تبقى ابطأ بس دايما بتوصل. ليه؟ عشان الاولى مستنيه احساس، والتانيه عندها نظام. تحفيز بيجي ويروح، يوم فوق ويوم تحت، لكن الانضباط ثابت حتى لو انت مش ثابت. وفي فرق مهم بين الالتزام والانضباط. الالتزام قرار، والانضباط تنفيذ القرار حتى لو مش عاجبك. يعني ايه؟ انت قررت تبدأ مشروع، ده التزام، اما انك تشتغل عليه كل يوم حتى وانت مش في المود ده انضباط. والمشكله ان ناس كتير بتلتزم بس قليل اللي عنده انضباط. ازاي تبقى منضبط حتى في أسوأ ايامك؟ في ايام بتبقى تقيل، مش قادر، مش في المود، دماغك مش معاك اصلا، وفي الايام دي تحديدا بيبان الفرق مش بين الشاطر والضعيف، لكن بين شخص بيكمل وشخص بيهرب. مفيش حد منضبط طول الوقت. الانضباط الحقيقي بيظهر لما تبقى مش عايز تعمل حاجه وتعملها برضه. واكبر غلطه انك فاكر انك لازم تدي 100% كل يوم، وده وهم، لان في ايام 100% مستحيله. بتعمل ايه؟ يا اما تضغط على نفسك زياده وتفشل، يا اما تسيب خالص. لكن في مستوى ثالث ناس قليله جدا بتفهمه، انك تقلل بس ما توقفش. في يوم كويس اعمل 100%، في يوم صعب اعمل 30%، في يوم اسوأ اعمل 10% بس ما توقفش. ليه؟ لان الاستمراريه اهم من الكمال. خليني اقول لك الواقع بصراحه، السوق مش مهتم بمزاجك، العميل مش مستنيك تبقى في المود، ولا الفرصة هتستناك تظبط نفسك. كل يوم بتأجل فيه مكالمة، كل مرة ما بتتابعش مع عميل، كل مرة بتكسل تتحرك، في فلوس بتضيع، وفي ثقة بتتهز، وفرص بتختفي. وانت مش بتخسر عشان انت مش شاطر، انت بتخسر عشان انت مش في المود. خلينا اديك مثال بسيط. واحد بيتمرن 3 ايام جامدين وبعدين يختفي اسبوع، وواحد تاني بيتمرن كل يوم حتى لو 10 دقايق. مين فيهم هيكمل؟ واضحة. طب تعمل ايه بقى؟ صغر القرار لدرجة السهولة. مش عايزين بطولة، عايزين استمرارية. اشتغل بنظام مش بمزاج، مش لما روق. سامح نفسك بس ما تدلعهاش. في فرق بين الراحة والتسيب. ركز على الظهور مش الأداء. مش مهم تعملها بيرفكت، المهم تظهر. اربط الفعل بعادة موجودة. بعد القهوة شغل، بعد الشغل تمرين. خلي البيئة اللي حواليك تساعدك. لو عايز تشتغل اقفل الموبايل، لو عايز تتمرن جهز هدومك من قبلها. قلل الاختيارات، كل ما تختار اكتر كل ما تكسل اكتر. تابع حتى لو مش مرتاح. اكتر صفقات بتتقفل بعد المتابعة مش من اول مرة. قيم نفسك دايما بالارقام مش بالاحساس. وفي الاخر انت مش محتاج تبقى اقوى، انت محتاج تبقى اذكى في ادارة نفسك. لان الانضباط الحقيقي مش انك تقاوم نفسك كل يوم، لكن انك ما تسيبش لنفسك فرصة تهرب اصلا. الناس اللي بتوصل مش اكتر ناس متحمسة، لكن اكتر ناس منضبطة. كنت معاكم دكتور محمد عثمان في ميتنج عن الانضباط.